تمثال رمسيس الثاني اللي اتسمى عليه ميدان رمسيس، اللي تم نقله للحديقة الخارجية للمتحف. التمثال يرجع تاريخه لرمسيس الثاني، من أشهر وأعظم ملوك مصر. في الأصل كان موجود في مدينة ميت رهينة اللي هي منفس، وحتى ليه توأم تاني موجود هناك في منطقة ميت رهينة نايم على ظهره، لأن أقدام التمثال التاني متحطمة. التمثال مصنوع من الحجر الجيري، والملك حطه جنب محطة رمسيس واللي اتسمى عليه اسمه الميدان. بس مع التلوث ابتدينا نلاحظ ان التمثال ابتدى يتأثر، وبناء عليه قررنا انه يتم نقله في مكان بعيد عن زحمة العاصمة. مهندسين كلية الهندسة ودكاترة كلية الهندسة جامعة عين شمس، مش ما يحضرنيش الاسم، اللي قرر ان هو يعمل نقل التمثال مش جنازة ولكن يكون تكريم للملك. فالتمثال يتنقل واقف، ما يتنقلش نايم على ظهره عشان ما يبقاش جنازة. وتم تصميم عربة مخصصة لنقل التمثال. لكن انت تتخيل ان احنا بنتكلم النهارده عن تمثال ارتفاعه فوق ال 18 متر ووزنه فوق ال 85 طن. فالوزن رهيب علشان تنقله بعربية فيها كام اطار، والاطارات دي هتتحمل الوزن ده ولا لا، وهل هتنهار. وبناء عليه بعد ما صمموا المركبة اللي هتنقل التمثال جربوا مرتين بحجر يشبه التمثال الأساسي هنا، ولكن وزنه يوصل ل 100 طن علشان يتأكدوا من سلامة المركبة وجاهزيتها. هل صاحب الفكرة دي كان مصري؟ مصري، مهندسين مصريين من جامعة عين شمس، وهم اللي قرروا ان هم يعملوا ده علشان زي ما بنقول كده ما يتنقلش على ظهره، ما ينيموش التمثال على ظهره ويبقى شكله شبه الجنازة. ده ملك لازم يكرر. اللطيف في الموضوع ان يوم نقل التمثال الشعب المصري فضل يمشي ورا التمثال طول المسافة بطول الليل القاهرة، من وسط البلد لحد ما جه ميدان الرماية هنا اهو. والاهالي اللي ما نزلتش من بيوتها كبار السن والاطفال بقوا واقفين في البلكونات بيودعوا الملك اللي زين اهم ميادين العاصمة وهو بيغادر العاصمة. التمثال فضل موجود بره في الحديقة لحد ما تم انشاءات المتحف، وبعد كده تم نقله قبل الانتهاء من الجزء اللي هو خاص بالمدخل العظيم ووضعه في مكانه الحالي. حتى وهم بينقلوه من مكانه بره المتحف للمكان الخاص بيه داخل المتحف، تم عمل تجربة أكتر من مرة بأوزان تقيلة على الممر اللي هيمشي عليه، لأن ممكن العربة اللي اتصممت لنقله الأرض تبقى سوفت أو لينة في أماكن معينة، ممكن التمثال يقع. فاتعملت تجربة 3 تجارب قبل ما ينقلوا التمثال لمكانه هنا. احنا نوت اللي شايفين التمثال واقف في المدخل العظيم اللي هو ما بين جزئين المتحف، الجزء المتحفي اللي هو وراك، والجزء اللي ورا التمثال دوت اللي هو الجزء التجاري، هيبقى موجود فيه بعض المحلات والبازارات والاوفيشال ستور بتاع المتحف ومطاعم وكافيهات. كل ديت براندات مصريه وبراندات عالميه. حتى الروف بتاعها لسه دلوقتي لحد دلوقتي ما تمش عمل فيه مطاعم. الجزء اللي الناحيه دي ده بقى هو الجزء المتحفي. ولما بنتكلم عن الجزء المتحفي هنا يعتبر اكبر متحف في العالم. احنا بنتكلم في 1500 متر مربع، دي من مساحات قاعات العرض بس، ودي يعتبر اكبر مساحات قاعات عرض لحضاره واحده في العالم. مساحه المتحف بالكامل هو ما يقرب من 1.5 مليون متر مربع. قد كده فوق يا فارس هتلاقي عندك ادي بلكونه، ادي الثانيه وادي الثالثه، وبعدين في عندنا 2 في الاخر. دي تقسيمه المتحف بشكل كامل، هنطلع ونشوفها. هل بنقدر نطلع فوق في ما احنا دي قاعات العرض الرئيسيه وقاعات الملك توت اللي موجوده الناحيه الثانيه بعد الدرج العظيم. تمام.